إذا عودت نفسك شهر كامل على طاعة الله عز وجل، لا تأتي بعد هذا الشهر تنقض هذه الطاعة، بالعكس ازداد. احمد الله عز وجل أن أنعم عليك ومن عليك بهذه الطاعة، وهو من شكر الله عز وجل. وإذا شكرت في مثل ذلك، يعني أنت تريد طاعة بعد طاعة، هذا من شكر الله. والله جل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أزيدنكم ماذا قال المفسرون؟ أي من طاعتي. إذا لما تطيع الله عز وجل، الله يزيدك أيضا من هذه الطاعة ومن هذا الخير العظيم الذي أنت قد تكون محروم منه. إذا لابد يا أخوان بعد انتهاء من شهر مبارك كريم، دورة مباركة، لابد من المسارعة والمبادرة في الطاعات وعدم نقضها. لابد أن أستمر على الطاعة. المبادرة على الطاعة والمسارعة فيها من سمات المؤمنين، على عكس التثاقل فيها من سمات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. أثقل صلاة من المنافقين. إذا من سمات من؟ المنافقين. لكن سمات المؤمنين عكس المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فإذا من سمات المؤمن الالتزام بالطاعة والاستمرار عليها. طاعة الله عز وجل يا إخوان تعد طاعة، أو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعد طاعة لله عز وجل. الطاعة أيها الإخوة أجرها جزيل وثوابها عظيم. إذا لابد نستمر عليه، لا نتركه. كلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد كلما ازداد علما وعملا وهدى. يقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. بطاعة الله يكثر الرزق وتزداد البركة من السماء ومن الأرض. يقول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على طاعة الله عز وجل كما يقول المفسرون. في ظل الطاعة تجد الإنسان المطيع لله عز وجل حتى لو انحرف يرجع. في ظل طاعة الله عز وجل تجد انشراح في الصدر، تجد رضا بقضاء الله عز وجل وقدره، يحل الأنس والاطمئنان والراحة بقلبك. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طاعة الله عز وجل تهذب النفوس والأخلاق وتزكي النفوس وتقوم السلوك وتروض الجوارح، فيصلح بذلك الفرد بل يصلح المجتمع بأكمله. بأهل الطاعة والإخوة يوفقهم الله عز وجل بأجر غير منقوص، أجر كامل. يقول الله جل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. أهل الطاعة تضاعف لهم الحسنات وتكفر لهم السيئات. يقول الله جل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نارا لباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يبقى من الوسخ في جسد شيء إذا كل يوم يغتسل 5 مرات؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. هو الأمر ننبه عليه في هذا الدرس، لابد من لزوم الطاعة، لابد من لزوم الطاعة. الأمر الثاني: احذر الشيطان. احذر الشيطان. الشيطان يتقن فن التخطيط وصناعة الأهداف والإصرار عليها، بل لديه رسالة يؤديها في هذه الحياة. ما هي رسالة الشيطان؟ أن يدخل كل واحد فيكم النار، وعنده هدف يريد يحققه في كل واحد منا. ما هو الهدف؟ أن يضلنا جميعا عن الصراط المستقيم. فلا تكن أنت أحد أهداف الشيطان، لا تكن أنت رسالة الشيطان في هذه الحياة، أن يغيك في نار جهنم ويجعلك خالد مخلد فيها. انتبه، الشيطان عنده مراتب وعنده أمور يجد ويجتهد فيها، عنده خطوات يسعى جهده فيها. أول خطوة يسعى إليها
أن يوقعك في الشرك والكفر والإلحاد. كم من الناس وقع في مثل ذلك، يأتيه شك ما يسأل، اسأل أهل الذكر إذا كنت لا تعلم حتى يزيل عنك الشك. يجعل الشك هذا ينمو في قلبه إلى أن يسيطر على قلبه، إلى أن يلحد أو يكفر أو يشرك. ما أقول هذا كلام من عبث. من كم يوم، من أسبوع تقريبا، يوني أحد الإخوان قال في عندنا واحد ملحد طبع علينا في لوحة أراد وتم تم يلبس علينا، نجيب لك. قلت هاتوا، هم 3 يرسي. ايش عندك؟ قال من خلق الإنسان؟ قلت الله عز وجل. قال من خلق الله عز وجل؟ شوف القياس الفاسد. الإنسان إيش؟ مخلوق. ليش مخلوق؟ لأنه محتاج. أنت تحتاج طعام، تحتاج شراب، تحتاج دواء إذا مرضت، تحتاج لباس يقيك حر الصيف، تحتاج إلى لباس يقيك برد الشتاء، تحتاج أمور كثيرة، تحتاج إلى الهواء حتى تعيش. فالإنسان إيش؟ محتاج. بما أنه محتاج فهو مخلوق، وكل مخلوق لابد أن يكون له خالق، وخالق الإنسان هو الله عز وجل. لكن الله عز وجل ليس بمحتاج حتى يكون مخلوق. هات لي في الدنيا شيء موجود غير محتاج مخلوق، أتحداك ما عنده شيء. بويت الذي كفر. قلت له هات لي شيء واحد مو محتاج مخلوق، ما في. فهذا قياس فاسد. صح الإنسان مخلوق، وكل مخلوق لابد أن يكون له خالق، وخالق الإنسان هو الله عز وجل، لكن لا نقيس ذاك على الله عز وجل. ليش؟ لأنه مو محتاج حتى يكون مخلوق. قلت له مثل السيارة تحتاج بنزين، تحتاج هواء، تحتاج واحد يسوقها، تحتاج ماء، تحتاج إذا اخترع فيها شيء تصلحه. بما أنها محتاجة هي مصنوعة، بما أنها مصنوعة لابد يكون لها صانع. من صنع السيارة؟ الإنسان خلق صنع السيارة. كذلك الإنسان بما أنه محتاج إذا مخلوق. من الذي خلقه؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. فانظر كيف إبليس يأتي الإنسان يلقي عليه مثل هذه الشبهات فيظل يقع في ماذا؟ يقع في الكفر وفي الشرك وفي الإلحاد. إذن انتبه لنفسك، لا تقع في مثل ذلك. يلبس عليك الشيطان. هذه أكبر أمنية للشيطان، أن يخرجك عن ملة الإسلام، يوقعك في البدعة في الضلال. كيف؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان جالس في المجلس، عطس واحد في مجلسه فقال الحمد لله اللهم صل على محمد وسلم. فقال له عبد الله بن عمر وهو من علماء الصحابة: يا هذا وأنا أصلي على محمد وأسلم، لكن ما هكذا علمنا إذا عطس إنسان يحمد الله عز وجل يشمت، لكنك تحمل وتصلي هذه زيادة الصلاة. شوف كيف الشيطان. صح أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن ما نسلك إلا مسلكه، وإذا شيء ما سواه احنا ما نسويه، ولا تظن احنا بنخترع شيء أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول ما علمنا هذا الفعل إذا لا نفعله. والرسول قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا يسعى الشيطان إذا ما استطاع أن يوقعك في الكفر أن يوقعك في البدعة والضلالة، ما استطاع يوقعك في الكبائر الذنوب. تجد من الناس الغيبة هذه عنده عادي، يا أخي الغيبة من كبائر الذنوب، انتبه. في ناس عادي يتعامل بالربا، الربا من كبائر الذنوب، الزنا من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب. انتبه لا تقع في مثل هذه الذنوب العظيمة. فإذا الشيطان ما استطاع يوقعك في البدعة أوقعك في الكبائر، ما استطاع يبدأ معك في الصغائر الذنوب حتى تجتمع عليك وتهلكك، ما استطاع يشغلك بالمباحات عن الطاعات. لك الأمر مباح حلال، يعني تحرم علينا بعد؟ قل لا، لكن إشغال وقتك بما هو خير أفضل من أنك تشغل وقتك بما هو شر أو بما ليس منه فائدة. حياتك يا أخوان، أنت كل واحد فينا إيش رأس ماله شنو في هذه الدنيا؟ روح النسم الموجود في حياتك فيك. طول ما النسم موجود رأس مالك موجود، تقدر تتاجر فيه مع الله عز وجل. مجرد ينقطع هذا النسم انقطع رأس المال، انتهى، ما تستطيع أن تتاجر مع الله عز وجل. فانظر الشيطان كيف يشغل الإنسان. ما استطاع الشيطان أن يشغل الإنسان بالمباحات عن الطاعات، يبدأ يسلط عليه أعداء من الإنس والجن، وهكذا. إذن محافظة على الطاعة مهم يا إخوان، صيانة وحماية لك. احذر الشيطان. النقطة الثالثة: عندك عزيمة لا تحبطها. أنت طلعت بعزيمة عظيمة جدا
وبهمة عالية وبإيمان قوي في رمضان أو من رمضان، حافظ على هذه الهمة وهذه العزيمة. وأنصحك حتى تحافظ عليه ب7 أمور لا تتركها أبدا، استمر فيها. أول هذه الأمور الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة، لا تتركها بتاتا، مهم. ليش؟ هذه صلاتك بالله عز وجل، إذا انقطعت الصلة سهل للشيطان إيش؟ أن يتصل بك. لكن إذا الصلة دائما بالله عز وجل يصعب الشيطان إيش؟ أن يتدخل معك. إذا خل صلتك بالله دائما بالصلوات الخمس في جماعة. بل أقول حتى الإنسان، كثير من الناس إخوان اللي فيهم مس من الجن أو الشيطان أو ما إلى ذلك، أنصحهم بماذا؟ أول نصيحة أنصحهم بالصلوات الخمس في جماعة. يعني يا إخوان، واحد شاب بمثل سن اللي جالس قدامنا وسنك، والله يمشي كأنه شيبة، كان رجل كبير في السن. ايش فيك يا ريال؟ ما عهدتك أنا هاللون، أنت نشيط قوي يعني بصحة وعافية، كنت شلون تمشي ذي؟ قلت متبهدل تعبان. قلت له حافظ على 5 أشياء وتعال قل لي بعدين. 1 صلوات الخمس في أوقاتها. 2 والأمر الثاني حافظ على الذكر اللي بعد صلوات الخمس. 3 حافظ على أذكار الصباح والمساء بعد العصر وبعد الفجر، لا تتركها أبدا. 4 حافظ على أذكار النوم ولا تنام إلا أنت متوضي. 5 اقرأ سورة البقرة يوميا، ما استطعت كل يوم، ما استطعت 3 أيام كحد أقصى، ورد اقرأها مرة ثانية وهكذا. وزدت 6 قلت استحم بماء بارد، شفت الماء اللي في الثلاجة تشربه تسبح به 2 مرات في اليوم. صرت له بعد أسبوع شو أخبارك؟ قلت تغيرت 180 درجة. هذا الشاب اللي كان يمشي كأنه شيبة متهردق يمشي صاحب قوته مثل ما كان، يقول 180 درجة تغيرت. إذا محافظة على الصلوات الخمس والأذكار اللي بعد الصلوات وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، هذه مهمة إذا أردت أن تحافظ على نفسك. وزدها أذكار دخول منزل وخروج منه، ودخول الخلاء وخروج منه، وهكذا بقية الأذكار حافظ عليها، تحفظ نفسك من الشيطان. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الإنسان الله عز وجل خنس ابتعد، فإذا سهى وغفل وسوس، يبدأ يوسوس لك. كذلك من الأمور الإنسان إذا أراد أن يداوم على الطاعة بعد رمضان كما كان عليه بالصحبة الصالحة. الصاحب ساحب، إن كان في الخير يسحبك في الخير، وإن كان في الشر يسحبك في الشر. وبالذات في هذه الأيام في عطلة الصيف، كم من أبناء صيع عليه الفجر في الشوارع، بل للأسف بنات. يقول لي عمي من يومين، يقول بنت عند هناك عن بيته ما خلت سيارة ما دعمت في هناك الفريج، والسبب شاربة خمر سكرانة. للأسف الشديد. إذن انتبهوا يا إخوان، حافظوا على أنفسكم وحافظوا على أبنائكم بالذات في هذه الأيام. بماذا؟ بالصحبة الصالحة. الصاحب ساحب، المرء على دين خليله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن عليك بالصحبة الصالحة، هي التي تقومك وتخليك على الصراط المستقيم، هي التي تعينك على الطاعة، وهي التي تحذرك من المعصية. كذلك قيام الليل، أنت شهر كامل كنت تحفظ قيام الليل، وفي العشر الأواخر ازددت. لا تترك قيام الليل أبدا. هذه هي إيش؟ النقطة اللي تكون بينك وبين رب العالمين ما أحد يرضي عنها. إمام أحمد بن حنبل كان على صغر سنه، كان غلام صغير يعرف بقيام الليل. فلا تترك قيام الليل أبدا، سواء قبل لا تنام أو في الثلث الأخير من الليل. أحد السلف مر على أحد إخوانه في الثلث الأخير من الليل، قالوا هو نائم. قال ما كنت أظن في أحد ينام في هذا الوقت، ما كنت أظن في أحد ينام وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كيف تنام؟ استغرب منه، كيف ينام هذا الإنسان؟ في هذا وقت نزول الرب يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الله يقول لك من يبي ايش تبي حتى أعطيك وأنت نايم. فإذن قيام الليل لا تترك أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. لا بد يكون لك حظ من قيام الليل. شهر كامل تحافظ على 11 ركعة، بعد الشهر انتهى.
ايش فائدة الدورة اللي دخلت إذا؟ لا انك تواصل عليها وتكون هذه أمر لازم لك في حياتك ما لك بد منه. كذلك الدعاء بالثبات حتى الممات، واستعن بالله عز وجل. دائما لما تعمل طاعة استعن بالله عز وجل، قل يا رب أعني عليها، عني عليها يا رب، ثبتني عليها. اسأل الله يثبتك على هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم منه وأفضل منه وأثبت منه على الطاعة؟ ما في. ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء. ثم اسأل الله جل القبول، لما تطيع تفعل اسأل رب العالمين بعد هذا الطاعة أن الله يتقبله منك بخالص العمل. وهذا الهم الذي هو كان يقع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الأخير، كنت تحافظ على قضية الصدقة في رمضان، واصل لا تتركها، واصل على الصدقة. الصدقة تدفع غضب الرب. الصدقة لما تتصدق ما يقول ما نقص مال من صدقة. الصدقة حماية لك، حفظ لك. أحيانا الإنسان يفعل بعض المعاصي الذنوب، ما التي شو اللي يحميك ويكفر عنك من هذه الأمور؟ الصدقة. بل ملكين كل صباح يقول أحد اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يدعو عليك بالتلف. فإذا تصدق. هذه يا إخوان الآن أكبر طريق لمحاربتنا من أعداء الإسلام ومحاربتنا في الصدقة. أخيرا النقطة الأخيرة، رمضان يا إخوان نقطة بداية وليست نقطة إيش؟ نهاية. نقطة للانطلاق تنطلق فيه ما بعد ماذا؟ رمضان. فاجعل من رمضان إيش؟ بداية انطلاقك إلى الله عز وجل وبالقرب من الله عز وجل، اطلب ذلك. أما أن تكون رمضان نقطة نهاية، ينتهي رمضان تنتهي حياتك، غير صحيح. رمضان فرصة للتغيير، رمضان فرصة للتغيير. أثبت على الطاعات وأصبر عن المعاصي. فرصة لإيش؟ لكسب مزيد من المهارات. أنا تعودت على عدة مهارات في رمضان مثل ما ذكرناها، على قيام الليل، على الصدقة، على محافظة الخمس، على قراءة القرآن. إذن أواصل، ما أترك هذه الأمور بتاتا. لا بد يكون لك حظ من القرآن الكريم. أيضا من ضمن الأمور يمكن نسيت أن أذكرها قراءة القرآن، مهم أن أواصل عليها. لا تترك. والله الوقت اللي عندك في رمضان عندك الآن، الوقت متاح لك في رمضان متاح لك الآن، ويمكن الآن أكثر بعد. فلا تخسر هذا الوقت اللي كنت تقرأ في القرآن. واصل. أعرف أحد الأخوة الآن في شهر شوال، الآن يمكن تدريب إن شاء الله يخلص الختمة الرابعة، ومواصل ما ترك. فواصل على ختم القرآن. ليش؟ الأمور سهلة. بالعكس عنده الآن يقول وقت من الفراغ أكثر من رمضان، فيستطيع أن يختم في أكثر. وكلما قرأت القرآن أكثر كلما بارك الله جل لك في وقتك أكثر، وكلما قل البركة في وقتك. فزيد في قراءة القرآن الكريم، واصل. رمضان كان فرصة إيش؟ كان عندك توازن بين غذاء البدن وغذاء الروح. عندك وقت تاكل ووقت تمسك، وعندك بعد ما تاكل مباشرة تستعد حق شنو؟ حق التراويح والصلاة، صح ولا لا؟ كان عندك في شيء قاعد يحركك، كنت توازن بين الاثنين. لا يكون بعد رمضان ما عندك الميزان يخترق، ما عندك شيء، بس صلواتك الخمس ومع السلامة، أو حتى صلواتك بعد تقصر فيها، لا يصلح. لا ننقض عهدنا مع الله عز وجل. بدأنا معه في طاعة في رمضان ونستمر معه بعد رمضان. والاستمرار بعد رمضان في الطاعة من علامات قبول رمضان، وإيقافها وقطعها قد يكون أحيانا من علامات عدم قبول رمضان. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي وقصر الشيطان، والله ورسوله بريئان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.